مرحبا، أيامكم سعيدة وكل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله يا رب من العايدين ينعاد عليكم عيد الأضحى بألف صحة وسلامة ورزق يا رب. والبيوت اللي دا تنتظر رجعة حجاجها يرجع لكم بألف خير وبألف سلامة، وإن شاء الله وياهم يرجع كل الخير والرزق والعافية والبركة. حبيت أعيدكم بشكل مباشر من خلال موقعي اللي على الفيسبوك أكترس علاء حسين، اللي هو موقعي الوحيد المدعوم من ويب سايت علاءحسين.net. شكرا لكم، شكرا لكل اللي دا يعلقوا لي، شكرا لكل اللي دا يكتبوا لي على البريد الخاص. الرسائل كلش هواية ما أقدر أقراها كلها، لكن والتعليقات أيضا ما أقدر أقراها كلها، لكن الشباب اللي موجودين أيضا بالصفحة ينقلوا لي أخبار رائعة ويصوروا لي مسجات جدا راقية ومحترمة. والله أنا كلش أفرح لدرجة أحيانا تدمع عيني. شكرا جزيلا للكل. رجاء أخوي صغير هالقدوته من بعض الشباب اللي يكتبون مفردات صاكة، لك هايش طالعة، لك هايش شنو حبيبتي مشتاق لك. سوري بس اني ما احب هاي المفردات، احب اللي يتعامل اكثر بحدود الذوق العام. احنا ابناء هذا المجتمع المحافظ، تريدون تسموني معقده سموني معقده، هذه مو مسبه، هذه صفه زينه بالنسبه لي امراه متزوجه وتحترم زوجها وابوها واخوانها وكل اقاربها اللي موجودين هنا بالصفحه. هذا الكلام أنا أكيد إذا بمنطقة بمكان عام والتقي بأحد المعجبين ويحكوا وياي بهاي الطريقة أكيد ما راح أسمح إنه واحد يقول لي صاكة أو لك هايش طالعة، لا مستحيل. وأكيد هو نفسه همينه إذا التقى بي هذا الشخص واللي يستخدم هيك مفردات ويا زوجته أو حبيبته أو أهله، أكيد ما راح يحكي بهاي الطريقة، راح يحافظ على صورته أمامهم. أني حتى اللي يقول لي أنتي شخصية عامة ولازم تتحملين، لا أني أتحمل بس اللي بحدود الذوق العام. وشكرا لكل اللي بيعلقون مرة ثانية، واللي راح يلتزم بهذا الطلب راح أكون ممنونة منه، أو عداها الكلمات أو المفردات اللي مثل هذه وراح تكون موجودة على العام أو على الخاص. أنا آسفة كلش واعذروني وسامحوني، مضطرة إنه أمسحها. شكرا لكم، عيدكم مبارك مرة ثانية، أشوفكم بألف خير، مع السلامة.